السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده فيديو جديد ان شاء الله. نبدأ كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بره دلوقتي بس كده في مشاوير، بعمل شوية مشاوير وان شاء الله مخلصة كده. الجو حلو قوي الصبح والدنيا كده لطيفة، فبصراحة كده نزلت اقضي شوية مشاوير كده عندي، وان شاء الله كده نبدا الفيديو بتاعنا. هروح البيت بقى، انا مش هجيب حاجه وانا جايه، مش قادره اشيل، تعبانه مش قادره اشيل. فهنروح البيت بقى ان شاء الله، ونشوف كده باذن الله هنقدر نعمل ايه مع بعض النهارده. يعني اللي هقدر اعمله لان لما بكون بره في مشاوير ما بقدرش اروح البيت اعمل حاجات كتير، فربنا ييسر ان شاء الله كده باذن الله و... ونقدم فيديو كويس. بس يا ريت بقى كل اللي يشوف القناه كده يشترك معايا في القناه وحط اللايك، ما تنسوش اللايك، ويشير الفيديوهات ويتفرج على الفيديو للاخر. تمام، يلا بقى كده هو شوفوا الجو جميل قوي ازاي، حلو قوي والله. يا ريت الواحد كل يوم الصبح كده ينزل يتمشى، هيبقى حلو جدا. لو كل واحد كده نزل الصبح يتمشى نص ساعة ولا حاجة الدنيا هتبقى جميلة قوي. يلا اشوفكم على خير بقى ونكمل لما نروح البيت. زي اي ست مصرية كده روحت البيت وانا ماشية كده لقيت بقى شوية حاجات من طلبات البيت اللي انا يعني محتاجاها، فجبتها معايا بالرغم ان انا مش قادرة اشيل، بس عادي ده احنا الستات المصريات كلها كده. جبت هنا بقى بيض بلدي، انا بحب دايما اجيب اي حاجة بلدي بصراحة، بيض بلدي، فراخ بلدي، اي حاجة بلدي كده بحس ان لسه فيها خير يعني. فده بيض بلدي بالرغم ان هو اغلى واصغر، بس انا بحب استخدمه، بحس ان هو افيد يعني. بس يا رب يطلع بلدي يعني وما اكونش اتخميت يعني. وده بطاطس بينفع في البيت بصراحة أي وقت الواحد مش عارف يعمل ايه، حمر بطاطس يسلقها. يعني البطاطس بتبقى حلوة أوي في البيت، يعني أي ست لازم يكون عندها بطاطس ده، والحلو للولاد يعني بيحبوه كده. كمان جبت طماطم. طماطم طبعا الأيام دي حلوة وحمرة كده وكبيرة وسعرها نزل شوية، فجبت طماطم بخليها طبعا عندي في التلاجة. حاجات أساسية دي في البيت، أي واحدة ست لازم يكون عندها في تلاجتها الكلام ده. وده عيش بحب أحطه كده في شنطة قماش عشان يتهوى ما يكونش سخن يعني يبوظ. وده فلفل أخضر. كل الحاجات دي حاجات أساسية يا جماعة في البيت. فإيه، يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو كده يحط لايك، اوعوا تنسوا، أنا بنسى أقول لكم حطوا لايك، بس إيه حطوا انتوا لايك بقى من عندكم حتى لو أنا نسيت يعني. فيا ريت كل اللي بيشوف الفيديو يحط اللايك للفيديو دلوقتي، حتى انزل دلوقتي قبل ما تنسوا. ويا ريت لو اول واحده مثلا شو او قصدي اول مره تشوفي القناه، اشتركي معايا فيها وفعلي الجرس على الكل عشان اي حاجه اعملها تنزل لكم. فهنا بقى ايه، بصراحه قلت اكل حاجه خفيفه كده عشان كنت نازله تاني، فلو كلت كتير مش هقدر انزل. فقلت آكل حاجة خفيفة كده بس الواحد إيه يشغّل معدته. فكان في لبن وأنا كنت جايبة فايش، فقُلت إيه نسخّن كده كوباية لبن، نحط جنبها الفايش، أنا باحب الفايش باللبن جدًا. ممكن أسقّيه كده وآكله بالمعلقة، وممكن أمسك كده وأغطّسها كده وآكلها، دي بتبقى حلوة جدًا يعني أنا باحبها أوي. فهافطر أنا بقى كده بسرعة وإيه وأنزل وأتّكل على الله. اتفضلوا معايا الفطار يا جماعة، معلش فطار بسيط كده. آآ جريت بقى كده عند والدتي الحاجة كده، ولقيتها بقى لسه هي ما أكلتش، فقُلت أعمل لها أكلة بسيطة كده تفطر بيها، وبالمرّة أنا أفطر أنا كمان، لإن الفطار بتاعي زي ما أنتم شُفتوا كده كان فطار بسيط. فهاعمل لها أكلة هي بتحبها أوي، باحب أعملها لها. قطّعنا كده شوية طماطم، على شوية فلفل أخضر، على شوية فلفل رومي، وهابتدي أحط لهم شوية زيت وأحطهم على النار. وده طبعًا توم. التوم ده إحنا مفرّزينه يعني في الفريزر أو مفروم، أي وقت كده بنحتاجه بيبقى سهل أوي. هاخد حتّة توم كده صغيّرة وابتدي إن أنا أسبِّك الطماطم مع الفلفل لغاية ما تدبل خالص والمَيّة اللي جواها كلّها تروح. الأكلة دي حلوة أوي، 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 ممكن تاكليها لوحدها،
ممكن تحطي عليها أي حاجة، ممكن تحطي عليها مثلًا بيض، ممكن تحطي عليها فول، ممكن تحطي عليها بطاطس مهروسة، بطاطس محمرة، ممكن مكرونة مسلوقة، حلوة جدًا. يعني أنا باحبها جدًا وإحنا عندنا هنا في البيت بنحبها أوي، وتعتبر كمان من الحاجات المقبلات، يعني ممكن تحطيها زي سلطة كده جنب الأكل. هنا بقى بنحط لها شوية التوابل اللي أنتِ عايزاها بقى، يعني أنا حطيت هنا ده فلفل أسود، وبعد كده شوية كزبرة، شوية كمون، ملح طبعًا أساسي، عايزة تحطي رشة جنزبيل حطي، رشة بابريكا براحتك، أي توابل أنتِ بتحبي تحطيها حطيها ما فيش مشكلة، عايزة تحطي كركم، عايزة تحطي ريحان، عايزة تحطي زعتر، الحاجة اللي تعجبِك حطيها عليها، وهي بصراحة بتبقى فعلًا مشهيات، يعني بصراحة أمّا بنعملها بنقعد ناكل فيها وبننسى نفسنا. كده أنا سِبتها لمّا اتبّلت خالص أهي، تمام. متنسوش يا جماعة بالله عليكم حطّوا اللايك، اللي لسه ما حطّش لايك للفيديو ينزل يحط لايك، واللي أول مرّة يشوف القناة يا ريت يشرّفني، هابقى مبسوطة جدًا وسعيدة وهو بيشرّفني بالاشتراك. كده أنا حطيت البيض، حطّي بقى كمية البيض اللي أنتِ عايزاها، وممكن تسيبيه كده يتعمل عيون فيها، أو ممكن تقلّبيه عادي معاها، أو ممكن تقلّبيه تقليبة بسيطة بحيث يبقى إيه متكتل. أنا باحب أقلّب كده كلّه مع بعض علشان يعني اللي ييجي ياكل كلّه مع بعض، تمام. طبعًا بقى ما ننساش بقى العيش السخن الجميل، هاسخّن لوالدتي عيش عشان هي بتحب العيش السخن، فأسخّن لها العيش وتاكله كده جنب البيض، يعني بُصّوا بقى الحركة البطيئة دي، جميل، يعني وريحته مش قادرة أقول لكم. ويا سلام بقى لو الفلفل ده حامي حراق كده أهوّة، يا نهار أبيض يا جماعة! مع العيش السخن الجميل ده، مش قادرة أقول لكم أكلة بقى ولا تقولي لي لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة. والله فعلًا يعني يعني كل ما كان الأكل بسيط، كل ما كان طعمه حلو، وكل ما كانت اللمة حلوة، كل ما كلنا. حتى لو قدامِك حتة جبنة هتاكلي مع اللمة الحلوة والنِفس المفتوحة، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. النِفس المفتوحة ديّة والأكل وإن إحنا بنقدر ناكل وبنشرب الحمد لله أحسن من غيرنا بكتير الحمد لله. ده كده حضّرت الأكل أهو بقى هاغرف لوالدتي، وحطيت لها العيش السخن، واتفضلوا معانا بالهنا والشفا. حاجة بسيطة كده يا جماعة على قدنا. ده بعد كدهوّة بقى بعد ما كلت بصراحة اتنكدت. هتقولوا لي ليه؟ قُلت كده أمّا أوزن نفسي، وزنت نفسي كده على الميزان لقيتني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ربنا عمّال يزيد في الدهون اللي عندي كده لغاية ما هيحصل لي حاجة منها. طبعًا زعلت جدًا، لقيت نفسي واصلة ل103، تمام. فكسرت ال100 الحمد لله. فعديتها يعني مش كسرتها لأ، عديت ال100. فطبعًا زعلت جدًا والله، وإن شاء الله ربنا يكرمني كده وأبدأ أعمل ريجيم أو أقلل شوية من الأكل بتاعي، يعني إن شاء الله كده، أو أعمل صيام متقطع. يعني يا ريت كده لو عندكم مشروب، حاجة بتساعد في نزول الوزن تبعتوه لي، لإن فعلًا الوزن ده صعب جدًا. أشوفكم على خير بقى، وانتهى فيديو بالخبر السيء دوّة بالوزن، والسلام عليكم.